في صباح أحد أيام الدراسة في محافظة عمران، كان الطالب عبيدة مجاهد راجح يقف في صفه منتظرا بدء الطابور الصباحي. كالعادة لم يكن يعلم أن هذا اليوم سيترك أثرا عميقا في نفسيته. اقترب منه مدير المدرسة مهدي حسين بطريقة بدت عادية في البداية، إلا أن ما دار بعد ذلك قلب كل شيء رأسا على عقب. سأل المدير عن والده، فكان جواب عبيدة بسيطا: أبي يعمل طبيبا. لكن المفاجأة كانت في رد المدير الذي نظر إليه بغضب مفاجئ، وقال بصوت عالي أمام جميع الطلاب: قصدك جاسوس؟ توالت الإهانات والاتهامات، حيث أشار المدير إلى أن والد الطالب كان ضمن قائمة أشخاص متهمين بالتخابر، وأن مصيره قد يكون مثلهم. أمام هذا الموقف شعر عبيدة بالصدمة الشديدة، انهار بالبكاء وغادر المنصة، ثم غادر المدرسة وهو يختبئ خلف دموعه محملا بوزر لم يفهمه بعد. عاد إلى البيت في حالة من الانكسار النفسي، رافضا الطعام والكلام، معبرا عن رغبته في الانعزال وربما حتى التوقف عن الدراسة. الخبر انتشر سريعا بين الأهالي الذين استنكروا ما حدث بشدة، معتبرين أن الطفل تعرض للإذلال النفسي أمام زملائه، وأن المدرسة تحولت إلى ساحة للضغوطات السياسية بدلا من أن تكون مكانا للتعليم والتنشئة. الخبراء التربويون وصفوا الموقف بأنه انتهاك صارخ لحقوق الطفل وللكرامة الإنسانية، مؤكدين أن آثار هذه الحادثة قد تكون طويلة الأمد على نفسية عبيدة. ناشطون محليون دعوا إلى فتح تحقيق عاجل وإقالة المدير وتقديم تعويض معنوي للطالب ورد اعتبارا له أمام المجتمع.